الوزارة مش هتسيبك، امتى عداد الكهرباء هيتحول لعداد كارت فورا. وزارة الكهرباء بقالها شوية بدأت تغير طريقة حساب استهلاك الكهرباء، وبتستبدل العدادات القديمة اللي كانت بتقيس بالطرق التقليدية، وده طبعا بعدادات ذكية بتشتغل بنظام الكارت علشان تدفع على قد استهلاكك بالظبط. الهدف مش بس تحسين الخدمة، لكن كمان الحد من سرقة الكهرباء اللي بتضر الكل، وكمان علشان الفواتير تبقى عادلة ومنظمة. بس مش كل الناس هيتغير لها العداد، في حالات معينة لازم الوزارة تتدخل فيها وتغير العداد أو تاخد إجراءات صارمة ضدهم، وده مثلا زي لو في توصيل كهرباء من غير عداد رسمي، أو لو حد بيوصل التيار لوحدات تانية مش متعاقد عليها، أو لو تم العبث بختم العداد. كمان لو حصل تخريب متعمد في العداد، أو لو اتأخرت في دفع فاتورتك أكتر من 30 يوم، أو لو منعت موظفين الشركة من أداء شغلهم في المراقبة أو الصيانة، كلها أسباب ممكن تخليك تفقد الكهرباء لو ما ضبطتش أوضاعك بسرعة. يعني خلي بالك، لو عملت أي حاجة من اللي قلنا عليها عدادك هيتغير فورا لعداد الكارت.